تخيل معايا واحد الشاب دخل للحبس ظلم، كلشي تخلى عليه حتى اقرب الناس ليه شكوا فيه. وفي نفس الوقت البنت اللي كان كيبغي بصدق رغم الفرق الكبير في المستوى ديالهم واقفه قدامه كتقول ليه بكل برود: انا حامله ولكن بغيت نطلق حيت انت اللي سرقتي. المفاجاه هو انه ماشي غير تشد، ولكن تدار ليه فيلم كامل باش يطيحوه من البدايه. دابا السؤال هو: كيفاش وصلت الامور لهاد النهايه الخايبه؟ مريم كانت سايقه في الليل وسط الطريق خاويه وسط الغابه، وكل شيء كان عادي حتى الدقيقه اللي بدلات حياتها كامله. وهي كتهضر في التليفون خرج ليها كلب فجاه وسط الطريق، وهي تشد الفران بالجهد باش ما تضربوش، ولكن الطوموبيل طفات وبقات واقفه وسط الظلام بوحدها. الخوف بدا كيتسلل ليها، خصوصا ملي داز من حداها شاب راكب في الموتور. مريم ظنت انه ممكن يكون شفار وحاولت تبعد عليها الشبهه، وقالت ليه بلي الطوموبيل ماشي ديالها، ولكن الشاب كان باغي غير يعاونها وقدم راسو وقال لها بلي سميتو مراد وهو ميكانيسيان في الدوار، وبدا كيصلح ليها الطوموبيل وهي تخدم. مريم شكراتو ووعدته انها غادي تجي عنده الصباح باش تخلصو. ولا هي لا مراد كانوا عارفين ان هذا اللقاء العابر وسط الغابه غادي تكون بدايه قصتهم، واختيارات صعبة غادي تقلب حياتهم رأسا على عقب. صح كيبان الفرق الكبير بين العالمين اللي غادي تجمعهم الأقدار. مراد كيفيق على الشكاوي الأم ديالو اللي كانت حزينة على الماعز ديالها اللي بداو كيمرضوا وكيموتوا واحد من ورا واحد. وسط هاد الظروف الصعيبة كان عايش حياة بسيطة في دار صغيرة مع الأم ديالو وبنت خالته فاطمة. من جهة أخرى مريم كانت طبيبة بيطرية ساكنة في فيلا فخمة مع الأب ديالها الحاج، واحد من أغنياء المنطقة. في وقت الفطور جاء عند الحاج المساعد ديالو بخبر جديد أن ابن الشريك القديم ديالو رجع من الخارج من بعد وفاة الأب ديالو وباغي يدخل باش يستثمر في البلاد. المساعد ديالو نصحو باش يمشي يعزيه ويحاول يبني معاه شراكة جديدة ويستافد من الأموال والخبرة اللي جاب معاه. لكن رد فعل الحاج كان غريب، بان عليه التوتر بسبب صراع قديم كان بينه وبين الأب ديال الشاب، صراع وصل حتى للمحكمة، وكيبان أن الثروة ديال الحاج هي ديال الأب الشاب واستولى عليها هو. الحاج مشى عند حسام باش يعزيه في الوفاة ديال الأب ديالو، وكان خايف من ردة فعل ديالو بسبب المشاكل القديمة اللي كانت بين العائلتين. ولكن حسام فاجئه حيت استقبلو مزيان وقال ليه بلي ما باغيش يعيش في الماضي وباغي يفتح صفحة جديدة ويركز على المستقبل والمشاريع ديالو. هاد التصرف ريح الحاج بزاف وعرض عليه انه يجي عنده للدار. في هاد الوقت مريم مشات عند مراد باش تشكره على المساعدة اللي قدم ليها، وحاولت انها تخلصه ولكن هو رفض وعرض عليها انهم يمشيو يشربوا قهوة ويتعرفوا على بعضياتهم. اما الحاج كان عنده خطط اخرى. بعد ما شاف ان حسام شاب طموح وعنده ثروة كبيرة بدا كيقلب على طريقة باش يستفد منه، وهنا عطاه المساعد ديالو فكرة وهي يزوج له مريم باش يضمن ان فلوس حسام يوليو ديالو. خلال الجلسة ديالهم بدا مراد ومريم كيتعرفوا على بعضياتهم، ومريم خبات عليه الحقيقة ديالها وقالت ليه بلي انها مجرد طبيبة بيطرية خدامة عند طبيبة اخرى. مراد صدق كلامها وطلب منها الرقم ديالها، ومن هنا ولات مكالمات بيناتهم ما كتوقفش. ومراد بدا كيتعلق بمريم وهو ما عندوش فكرة على الحياة اللي عايشها والثروة الكبيرة اللي عند عائلتها. في هذا الأثناء طلب الحاج من بنته أنها تبقى معه في الدار حيث حسام غادي يجي، وبالفعل جاء حسام وتم الاستقبال ديالو بحفاوة وجلس مع الحاج كيهضروا على فرص الاستثمار والمشاريع، وقال ليه بلي جاب سماد من ألمانيا غادي يعاون الأراضي الفلاحية على الإنتاج حتى في الظروف الصعبة، ولكن محتاج أرض يطبق عليها الفكرة ديالو. في وسط هذا النقاش صونا مراد على مريم حيت بغى يشوفها الغد ليه، ومريم جاوباته بسرعة ونط من الجلسة. فاش حسام كان خارج عطى الرقم ديالو لمريم وقال لها اتصل بيه باش يعرض عليها، ومن بعد الاب ديالها بدا يغوت عليها حيت نط وخلاته وطلب منها تعيط عليه ويتلاقى معاه وتقرب منه حيت عنده ثروه كبيره. مراد كان كيوجد راسو باش يخرج يتلاقى بها، ولكن الام ديالو بدات كتغوت حيت معزه اخرى ماتت ليها وهو ما عندوش الفلوس باش يجيب الطبيب. من بعد ما تلاقاو هو ومريم عاود ليها اشنو وقع مع الام ديالو،
وقررت انها تعاونهم ومشات معاه وعرفت سبب المرض وعطتهم الدواء. ولكن فاطمه بنت خالته ما عجبهاش الحال وبدات الغيره كتبان عليها. فاش بغات مريم ترجع قالت لمراد بلي صاحبتها غادي تجي تديها بالطوموبيل، ولكن فاش حلات الصاك طاحوا السوارت ديال الطوموبيل، وتماك مراد عرف بلي كتكذب عليه. ما بقاتش عندها طريقه اخرى واعترفت بلي الطوموبيل ديالها والكابيني ديالها، وهذا الاعتراف صدم مراد وخلاه يحس بلي ما تيقاش فيه ويتعصب ومشى وخلاها. رجعت مريم للدار وما كانتش عارفه اش كيتسناها. الاب ديالها كان كيتسناها وهو معصب، وقال ليها علاش ما دارتش داكشي اللي بغا، وطلب منها انها تقرب من حسام وتزوج به باش الثروه ديال حسام تولي ديالو هو. مريم وافقات وخرجت مع حسام، ولكن من اول لحظه حسيت ان شي حاجه ماشي هي هذيك. حسام كان كيهضر غير على الفلوس والمشاريع، وهادشي خلاها تبرد منه. من بعد حاولت انها تتواصل مع مراد باش تعتذر منه، ولكن كان الجواب هو الصمت. وقررت انها تمشي لعنده للدار وتشوف الام ديالو المعزات ديالها كعذر، وتماك غادي تلاقى معاه وتعتذر منه وغادي تقول ليه بلي عمرها غادي تكذب عليه وهو يسامحها. ومن هاد اللحظه بدات مرحله اخرى من علاقتهم، ولات نهار على نهار كتقوى، حتى جا النهار اللي مراد جمع شجاعته وطلب منها الزواج وهي توافق. ولكن في جهه اخرى حسام جا للدار فرحان ومصمم يخطبها، والحاج كان كيشوف الحلم ديالو كيتحقق، ولكن مريم رفضات العرض بلا نقاش. الحاج ما قدرش يتحكم في الغضب ديالو وواجه مريم بقسوه على علاش رفضات حسام. ومريم ما لقاتش مفر واعترفت ليه بالحقيقه كامله، كاين شخص اخر في حياتها طلب منها الزواج. سولها على شكون وجاوبته مراد ميكانيسيان بسيط في الدوار. هنا تبدل كل شيء. الحاج تعصب اكثر وقال لها كيفاش تخلي حسام وتمشي مع واحد فقير. مريم جاوبته باللي باغا راحتها ماشي الفلوس. تماك الاب ديالها قال لها بلي غادي يوافق، ولكن بشرط انها تمشي بلا حتى حاجه، بلا فلوس، بلا كابيني، بلا طوموبيل وبلا حوايج، وهي قبلت بالشرط. من بعد جا مراد وعائلته خطبوها ووافقات انها تعيش معاهم في دارهم، ودازت الايام وتم الزواج، ومريم خرجت من حياتها القديمه ودخلت حياه جديده بلا رفاهيه. في اول نهار ديال حياتها مع مراد كان كل شيء غريب عليها، الماكله كانت عاديه، التلفازه ما كانتش خدامه، وهذا الجو خلاها تحس بثقل كبير وبدات كتحس براسها محبوسه وسط واقع جديد عليها. مراد لاحظ عليها هذا التغيير وقرب منها يسولها، وقالت ليه بلي توحشت حياتها القديمه ولات حاسه بالخنقه، وهو يطلب منها انها تصبر معاه وانه كيدير جهده كامل. في جانب اخر الحاج كيوجد ارض كبيره جديده باش يجرب فيها السماد اللي جاب حسام. وفي نفس الوقت جات عنده مريم وطلبت منه انه يخدم معاه مراد، ووافق، ومراد دخل يخدم معاه واخا هو ما كانش باغي، ولكن قبل باش يرضيها ويخفف عليها. وسط هذا الشيء كله جوج اطباء بيطريين غادي يجيو عند الحاج وغادي يقولوا ليه بلي ضروري يدقوا ابره لكاع البقر ديالو لانه كاين مرض خطير غادي يقتلهم. الحاج كلف ميلود المساعد ديالو باش يديروا خطه ويلفقوا المراد تهمه السرقه، بحال الا هو اللي سرق فلوس ديال الحاج. وهذا الشيء اللي وقع، مراد تشد والتهمه تبتات عليه وترمى في الحبس. وسط هاد الصدمه الكبيره مريم رجعت لدار باها، ومراد بقى بوحده في الحبس من غير الام ديالو فاطمه اللي ولاو كيمشيو عنده باش يهونوا عليه هاد المحنه. ولكن الصدمه الاكبر منين مريم عرفت راسها حامله، خبر قلب كل شيء، والحاج ما تقبلش الوضع، وحسام ما ضيعش الفرصه وبدا كيتقرب من مريم وعاود ليها عرض الزواج واكد ليها باللي مستعد يكمل معاها. ومع الضغط والفراغ مريم لقات راسها كتميل ليه. وواحد النهار مريم غادي تمشي عند مراد للحبس وغادي تقول ليه باللي حامله وباللي غادي تطلب الطلاق حيت مقتنعه باللي هو اللي سرق. في جهه اخرى الحاج دخل في المشروع مع حسام ورهن كاع داكشي اللي كيملك وعطى شيك ضمان لحسام باش يجيب ليه السماد والزريعه، ومن بعد دار تحاليل المنتوج وخرجوا مزيانين. مع مرور الوقت مريم من بعد الطلاق ولات علاقتها مع حسام كتقوى وكتقرب اكثر فاكثر، ومراد في الحبس كيلقى فاطمه بوحدها هي اللي بقات واقفه معاه.
وبدات حتى هما علاقتهم كتطور. في نهار كان كيبان عادي، ميلود جا عند الحاج بخبر صادم، قال ليه بلي البقر نصو مات والارض تحرقات كامله. ومشاو للارض ولقى فعلا كلشي محروق بسبب الزريعه والسماد اللي عطاه حسام. تماك الشك دخل لقلبه وبدا كيشك في حسام اللي كان خارج مع مريم كيخططوا فين غادي يمشيو لشهر العسل مورا الزواج. الحاج بدا كيغوت على حسام وقال ليه بلي الارض كلها تحرقات وان الزريعه والسماد اللي جاب ليه كانوا خاسرين. حسام ما هربش من المواجهه، هو يعترف بالحقيقه انه جا باش ينتقم للاب ديالو وباللي كل شيء مخطط ليه، وباللي حتى الاطباء البيطريين هو اللي خلصهم باش يقتلوا البقر. والحاج قال لي بلي دار تحاليل للزريعه والسماد وكانوا مزيانين. تماك اعترف ليه بلي شخص اخر عاونو وهو ميلود اللي زاد ماده اخرى لداكشي ورجعته ما صالحش، وقال ليه بلي ما بقى عندك والو، كل شيء مشى. وتماك مريم سولته على علاقتهم، هو يقول ليها بلي كانت هي داخله في الخطه. هاد الضربه القاصحه خلات الحاج ينهار وولات عنده اعاقه. من بعد مده مراد خرج من الحبس ورجع للدار، ومن بعد مشى كيقلب على مريم وطلب منها انه يشوف بنته، ولكن مريم قالت لي بلي في داك النهار المشؤوم وقع ليها اجهاض وخسرت البنت. ومريم والاب ديالها طلبوا السماحه من مراد وهو رغم كل شيء سامحهم. النهايه هذا الفيلم ماشي غير قصه عاديه، هو سلسله ديال الصدمات اللي كتخليك تبقى تتفرج حتى لاخر لحظه. كيبين كيفاش كلمه، اختيار، ثقه في شخص غلط تقدر تقلب حياه كامله. شخصيا حسيت بالقصه قويه وفيها تشويق كبير، ولكن كل واحد غادي يشوفها بطريقه مختلفه حسب كيفاش فهم الاحداث والشخصيات. دابا السؤال هو، واش مريم كانت ضحيه الظروف ولا هي اللي اختارت الطريق الغلط؟